بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم حبايبي؟ وحشيني جدا. طبعا احنا ايه اللي نازلة فينا بالكانون يا جماعة. بصوا يا جماعة، النهاردة انا جاي اعالج المشكلة اللي انتوا قلتوها. انا ممكن انتوا اتبسطتوا خالص من فكرة الكانون دي على السطح، بس قلتولي الكانون هيبقى مضر جدا للصبة وللحيطان، فأنا هعالج لكم المشكلة دي بسهولة جدا. قررنا غزو اليوتيوب بالكانون الصعيدي، من الصعيد الديواني. معلش جينكم بالكانون، ما تضحكوش عليا، يعني ساعات بهيبر كده. بصوا يا جماعة، طبعا شوية الطين عليهم شوية التبن زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده. وانتوا اتبسطتوا من فكرة القانون وقلتوا موفر خالص. القانون الفضائي معلش المتوارث من الأجداد السالفين. فكرة جميلة وعجبتكم خالص، بس المشكلة ايه؟ انا هنا بعد ما الطينه كده عجنتها، ولا كأنها يا اختي شويه عجين هعمل بيهم بيتزا. بصوا كده يا جماعه، ده الروتين بتاعي اليومي الجديد، روتين جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم ويبهركم خالص، وفكره جديده هتبهركم. بروتين اليومي من اول الصبح من الفجريه. شايفين طبعا السطوح مش ازاي رشيت انا الارض. بصي يا جماعه، اول علاج للمشكله بتاعتي عشان السطح ما يبوظش منك، هترشي شويه الملح دول. تقريبا دول حوالي كيس او نص كيس من الملح على فوق الصبه. وهنزل بالطينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده عشان تكون عمليه خالص. فوق شوية الملح اللي أنا رشيتهم دول. هيعمل عازل يا جماعة بين الكانون وبين السطح، أبدا ما هيتضر السطح. كانت زمان جداتي الله يرحمهم كنت بشوفهم هم بيعملوا الحركة دي، فكنت بسألهم ليه بتحطوا الملح، كانوا بيقولوا عشان تعزل الصبة عن النار وما يتضرش الصبة زي ما انتم شايفين كده. بص يا حبايبي كده، انا خلعت الكانون القديم، هو زي ما انتم شايفين مكسور، لا في حاجه طوبه مكسوره، لا والله زي ما هو خلعته. الحتتين اللي انا كنت عاملاهم قبل كده وهلزقهم بنفس الشكل مكان ايه فوق الطينه اللي انا عملتها كده. انت طبعا لو عايزه تعملي كانون من اول جديد، هتعملي الطين الملح وبعدين الطينه، وهتشوف الفيديو اللي فات اللي انا عامله فيه ازاي بعمل لكم الكانون خطوه بخطوه، عشان تعرفي تعملي الكانون ان شاء الله الموفر للطاقة، والكانون الفضائي اللي هيعبر بيكم من الفقر والجهل الى مرحلة ان شاء الله التقدم والحضارة وبناء الكوانين على السطوح. هننافس على اليوتيوب يا جماعة، والله هننافس أمريكا إن شاء الله بالكانون. حد يعرف يعمل في أمريكا الكانون ده؟ أبدا. حد يعرف يعمل الكانون بتاع مصر؟ أبدا. وهنغزو الفضاء بالكانون المصري الفريد، اللي ما هو فريد من نوعه، طبعا مش موجود على اليوتيوب الكانون. تحدي حد يكون عمله قبل كده. انا مخي زر اهو، حافظه لكم من حوالي 30 سنه زي جدتي كان بيعملوه، فبنفس الطريقه. بصوا يا جماعه، طيب انا كده عالجت الصبة، ازاي بقى هعالج الحيطة اللي ورايا اللي انتوا قلتوا هتبوظ منك وهتعمل هتسود والحيطة هتبقى شكلها مش كويس؟ ابدا، ولا هتبوظ ولا حاجة، سهلة جدا، مفيش مشكلة عندي انا يا جماعة. كل اللي هتعمليه يا حبايبي انك انت هتروحي الصبة اللي ورا دي بشوية طينة من الطينة اللي أنا عاملاها، وأدعك بيها الحيطة من ورا، أو بيقولوا إيه، كنا إيه بتدهن الحيطة بقى، بتدهنيها بالطينة. الطينة دي هتعمل كحاجز بين الدخانة أو الدخنة اللي بتطلع من الكانون، وهتعزل الحيطة عن الدخانة دي. زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده، انا لو عايز اعمل طبقة تاني في الكانون من تحت، بص بحط كام شوية طوبة او شوية رج من عندك من الطوب المكسر فوق برضو الطينة دي اللي انا عملتها في الاول يا جماعة، وبحط عليها طينة تاني. يعني بحط شوية طوب مكسرين وبحط شوية طينة تاني، والعازل كده حوالي ارتفع حوالي 10 أو 15 سنتي. أبدا عمر الصب ما هتتضرر أبدا من النار يا جماعة لما أولع الكانون أبدا. شايفينها وهملسها ومحرها كويس بإيدي، ولا كأنه الباشمهندس المعماري حسن فتحي في أيامه وفي عصره، زي ما انتم شايفين كده.
طبعا انتوا مش تكادوا مش شايفين كويس لان الشمس هنا عامله العمايل. انا في عز الشمس وانا بعمل لكم في الفيديو، فالدنيا عندي شايفين الشمس مشمسه والدنيا ظهر ازاي. ادي يا جماعة الكانون البلدي الأصيل. الكانون والله العظيم يعني ولا تحسوا ان هو ايه كرسي باشا محمد علي، يعني مش كانون. هتحسوه ليه خلفية من ورا التكاية كده، والكانون منا ومنا الجوانب، ولا كأنه كرسي محمد علي باشا يعني. سبحان الله. أتمنى انكم انتوا تكونوا استفدتوا من الفكرة اللي انا قلتها لكم دي. ولو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشيروا يا حبايبي الكانون ده ان شاء الله يكون يعني على الله وعسى يخرجنا من الظلمات الى النور زي ما بيقولوا. والله العظيم يعني لقيت الفكرة عجبت حبايبي كلهم المشاهدين بتاعي ومتابعين، والله اتبسطت يعني. كنتش حاسة ان كده الفكرة هتعجبكم وتنور رضاكم كده ان شاء الله. بصوا كده انا هي شفت طبق اهي حوالي 15 سنتي عازله لك الارض عن ايه، عن النار. انا طبعا النار هحطها فوق الطينه دي وهتعمل عازل يا جماعة. وورا كمان أنا عاملة عازل يعني بنفس الطينة دي، عاملة عازل للحيط برضو هدهنها بنفس الطينة دي عشان خاطر ايه ما يبقاش فيها داخنة كده وبتبقى لونها أسود. وبص ورا اهي ادي الكانون اهو، الكانون الصعيدي المصري الأصيل. روتين يومي جديد وفكرة جديدة. افتكر اتمنى ان هي تعجبكم وتنور رضاكم. شايفين بقى تحدي بقى، ولا سمسمة العمدة ولا موحة ياسر موحة. حد عمل فيكم كده يا سمسمة العمدة انتوا موحة ابدا، ولا تعرفوا تعملوه ابدا، ما تعرفوش تعملوه ابدا. مش كل من بنى الكانون بقى، ولا كل من اللي بنى كانون فران، ولا كل اللي طبعا هم بيتحدوا ان حد يعمل محشي. وان شاء الله هوريكم ازاي النهارده. طبعا انا عندي دكر بط وهعمله على الكانون بتاعنا، وهتشوفوا بقى إيه الصعايدة وهم بقى ياخذوا ايه، ياخذوا اليوتيوب على اصله. حد يقدر بقى ينافسنا؟ لو حد عاوز يدخل في معايا منافسة والله اللي يقدر يدخل في معايا في منافسة بقى. وانا هوريكم بقى الشغل الصعيدي على اصوله الفترات اللي جاية، وهوريكم حاجات رغم ان انا والله العظيم يا جماعة شوفوني انا عمري ما عملت الحاجات دي بايديا. اكيد انتوا مش مصدقين والله عمري ما عملت الحاجات بايديا. لكن انا قلت لكم قبل كده انا مخي بقى بشوف الحاجه مره وخلاص كده اتلزقت واتحفرت. ممكن اقعد 40 سنه وانا فاكراها. ربنا يديني ويديكم طولة العمر ان شاء الله، ويديكم الصحه والعافيه ويرزقكم الستر والعافيه. وتكون الفكرة دي يا ربي عجباكم ونال رضاكم كده. أتمنى نكون قناتي أنا قناة جديدة يعني تدعموني وتشاركوني كده حبايبي وتنوروني إن شاء الله، تتابعوا الفيديوهات إن شاء الله أول بأول. على فكرة يا جماعة أنا كنت عاملة قناة تانية وكنت عايزة أقول لكم عليها، قناتي يديك اسمها، جات لي فكرة ووصفة عليها أفكار جميلة جدا جدا. يا ريت تنوروني وتدخلوا على القناة وتعملوا لي اشتراك يا جماعة في القناة التانية. في قناة جات لي فكرة ووصفة، قناة مليانة بالأفكار والوصفات الجديدة، وصفات طبية وصحية. فما تنسوش تدخلوا لي عليها حبايبي وتدعموني إن شاء الله، تنوروني وتملوا حياتي كلها بالنور والبهجة يا رب. آه، بصوا يا جماعة أنا كده خلصت عمنا الكانون زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزين ترجعوا وتشوفوا الفكرة من أول، قلنا في الفيديو اللي فات أو الفيديو اللي سبق الفيديو ده بالظبط، هتعرفوا يا جماعة ازاي تبنيه من أول وجديد. خلاص يا حبايبي. دي الكانون عندي النهارده بقى. باقي الروتين اليومي الروتين الجديد ان هو ايه يا جماعه، عندي ده كربات بقى. وقررت ان انا اذبحه للاولاد وهشوف وهجربه لكم على الكانون. انا عملت الكانون ده في يوم عملته في نفس سوري عملته في نفس اليوم، عملته في نفس اليوم العصر. يعني الكانون عملته الصبح والله والبطة او سلقت البطة ونضفتها على الكانون في نفس اليوم، بس كانت العصرية ده الصبح. يعني انا عملت الفيديو ده الصبح، فتابعوا معايا الفيديو تشوفوني بقى. خلصت الكانون وفرحانة بيه كده وعمالة ازوق فيه ولمع وزي ما انتم شايفين كده، وعمالة ايه اسوي فيه ولا كأني هاخد معاه صورة سيلفي. ما خلاص فكرة فريدة بقى على اليوتيوب وعايزة ايه
انا بحب لما احب اعمل حاجه احب اعملها كويس. شايفين بقى عمكم الكانون اهو متربع والله، ولا كرسي السلطان محمد علي محمد علي باشا. شايفين يا جماعه؟ ها، تحدي، هدخل معاكم في تحدي انا كده يعني. بحاول ان انا اسويه واظبطه عشان بيبقى ملمع كده وما يدخلش النار كده. بأدي ان انا ايه ببقى متأكدة 100% ان النار مش هتوصل للسطح بتاعي او الصبة. خلاص يا حبايبي، طمنتوا بقى ان النار مش هتوصل للصبة بتاعتكم، ولا هتضر الصب ابدا، ولا هتضر ايه السطوح بتاعتكم. زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم بقى؟ الفكرة عجبتكم ولا لأ؟ خلاص اطمنتوا بقى. خلوا بالكم معايا بس وتابعوني، والله العظيم هقول لكم شوية أفكار. والله تحدي على اليوتيوب ما حد هيقولهم أبدا قبل كده، ولا حد شافهم ولا حد عملهم. ادي القانون بقى. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم يا رجالة؟ عجبتكم الفكرة؟ آه، فكرة جميلة مش كده؟ لو عجبتكم الفكرة اوعوا تنسوا تعملوا لايك واشتراك. جاي لكم بقى واتمرمطت انا بقى، فضلت اليوم كله وانا بتمرمط في الطينه دي عشان اجيب لكم فكره فريده وادخل لكم البهجه وحاجه كده. انا عايزه اجيب لكم كل حاجه جديده ان شاء الله، مش هجيب لكم حاجات ايه روتينيه كده زهقتوا منها. هجيب لكم افكار جديده، والله هجيب لكم افكار حلوه ان شاء الله وهتبهجكم وتعجبكم خالص. ايه الحال يا جماعه؟ حلو ولا لا؟ بالله عليكم حد عمل القانون بتاعي قبل كده؟ ولا حد عمله بالشكل ده؟ ولا ايه رأيكم في كرسي السلطان ده؟ خلاص يا جماعة، هيا بينا نذبح ذكر البط. يلا للفكرة التانية. بص يا حبايبي، ادي الكانون اهو. شفتوا بقى في اخر اليوم شكله ايه؟ قمر اهو بينطق والله. رحت انا جايبه طبعا الحله وحطيت على الكانون. هو وسع شويه مش معلش يعني بهور مني شويه. يعني انتوا ممكن تعمليه اصغر من كده شويه عشان الحله بقى اللي هتحطيها ما تبقاش واسعه شويه كده. قال من لا يسهو بقى المره الجايه لما اعمل لكم قانون تاني هعمل لكم يعني ما يبقاش واسع قوي كده. رحت انا حطيت حديده عالجت الفكره دي فوق تحت الحله. ما تحطي ايه بقى؟ ما تحط اي حاجه هتاكلها النار. وولعت على الحله. شايفين بقى الوزره اللي انا عملتها لكم وكده ان شاء الله. بص يا جماعه، لو عندك طيور فوق السطوح مش محتاجه ان انا اذبحها واروح انضف تحت. هنضف منه فيه بقى سطوحه بتنظيفه بكل وجه، بدل ما ازبل الدنيا. وهنا على الشمس انا بتمخمخ انا بقى وانا على الشمس تحت الشمس في الشتاء. انا بعشق الشمس يا جماعه، والله سر ان انا بنيت البيت ده عشان خاطر الشمسية دي. بحب اقعد في الشمس جدا. ربنا يرزقكم كلكم ان شاء الله ببيوت وعندكم سطوح ويبقى عندكم كل الخير يا رب ان شاء الله. ولعت انا الوزرة دي. وعندنا هنا شوية الخشب اللي انا جايبها لكم ده يا جماعة. دول خشب نبق عندنا يعني الناس مقطعينهم من شجر وحاطينهم جنبنا، يعني محدش عايزهم كده. فانا جبتهم كده مش عاملين دخنة، يعني اللي هي لو ورق ولا حاجة زي كده هتعمل دخنة شديدة ما عندكم، ممكن يعني هتتعب عينيك وتتعبكم كده وهتبوظ الدنيا. لكن زي ما انتم شايفين كده مفيش دخان والنار كده رايقة وهادية، لأن الأعشاب دي والحطب ده ناشف خالص يا جماعة فمعملناش الدخانة دي. وادي الحلة اهي. وهروح اجيب لكم الدكر البط بقى اللي عندي وهنشتغل بقى في البطاية هنا ونتمخمخ انا ومحمد بنعيش بقى فوق السطوح، زارعين السطوح وبننضف فوق السطوح. هنعمل منتجع فوق السطوح بقى. حياتي كلها انا في الشتاء بحب اطبخ، بحب والله بقى معظم الاكل بحب اجهزه على السطوح انا والجماعة. ادي جبت لكم الحج البطه معانا او ذكر البطه اللي حيلتي. انا دبحته كله ما فاضلش غير الغلبان ده، فقلت ارحمه من الوحدانيه والذله اللي هو فيه قاعد وسط الفرخات واتكل على الله كده واذبحه. قررت ان انا انضفه النهارده يعني، لان انا الشغل طبعا مش كل يوم متاح ان انا انضف. فاليوم كله ضيعته النهارده في الكانون وفي البطه. هنضفها عشان تبقى جاهزه لما احب اسلقها يعني ان شاء الله. وادي يا جماعه الفيديو. ايه رايكم بقى؟ شايفين النار اهي طالعه منها دخان؟ ما طلعش دخان ولا حاجه، والله لا طلع دخان ولا حاجه، ولا انتوا شايفين دخان شايفين دفنه ولا اي حاجه. يا سلام، الذكر البط هيغزو يدخل النار. بصوا شايفين زي ما انتوا شايفين اهي الحطب اهو يا جماعة.
والله في الشتا بتبقى فكرة جميلة خالص. بنبقى محتاجين نتدفى، عندك شوية فراخ، عندك شوية بط، فنضفيهم على السطوح، ما تنزلي ولا على البوتاجاز. فكرة موفرة للطاقة ونتحدى على اليوتيوب إن حد يكون عملها إن شاء الله. أي بتعملوه بالطوب كده، بس دي بيبقى عملي أكتر يعني. الطوبة متى ما وقعت كده بتكسلي إنك انتي ترصيها، يعني كده عملي أكتر يعني. وأنا والله في ناس كانت بتعمله كانون نقال بقى، يعني كانون نقال يعني إيه، الكانون ينقلوه من هنا لهنا. والفكرة دي برضو حاول ان انا في مرة تانية كده في اجازة نص سنة ان شاء الله هعمل لكم ازاي تعملي الكانون نقال، تنقليه من هنا لهنا في اي حتة في البيت. وفكرته بسيطة خالص برضو هتعجبكم ان شاء الله. لكن والله ولا كأنه ولا كأنه محار ولا بناء. هعمل لكم طريقة احترافية جدا 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 وهيعجبكم ان شاء الله يباركم. الكانون النقال ده كنت انا بنبهر بجدات وهم بيعملوه. تحس انهم كده كانوا ايه، ولا كانوا فنانين كده وهم بيبدعوا، كانوا بيعملوا شوية حاجات والله يا جماعة. سبحان الله يعني، فعلا ايديهم كانت ايدين فنانين يعني. انا كنت بتفرج عليهم بنبهر كده. اتاري الموضوع ده متوارث بقى من اجدادنا الفراعنه وكده. الستات الصعيد الاصليين الكبار دول ما يتعوضوش والله العظيم، كان عندهم صبر. يعني ممكن يقعدوا يعملوا في الحاجه انا عملته في يوم، كان ممكن يقعدوا يعملوا في الحاجه دي باسبوع والاسبوعين. انا كانت عندي عمتي الله يرحمها، الله يرحمها يا ربي ويحسن إليها، كانت بتقعد تعمل في الحاجة. لما كنت أروح بيتها يعني عاملاها كله تحف فنية وآثار كده، والله العظيم يا جماعة تحسوا إنه آثار. والله كانت بتعمل شوية حاجات يا جماعة. الكانون ده وعندها الفرن بقى تحسي إنه فنان يعني، كانش عاوزة تقدم فيه جائزة نوبل والله. والله العظيم وأنا بقعد أتفرج عليها بتعمل إزاي، بتعمل كانون. وكانت عاملة حاجة كده الفراخ بتبيض فيها وبتفتح لها فتحات كده تهوية، وعاملة حاجات بقى تحط فيها الغلة، وعاملة حاجات كنت بنبهر بيهم. وممكن أقعد اليوم كله هي بتعمل وأنا أبص عليها، أنا أبص على إيدها إزاي بتمسك الحاجة وبتتقنها وبتظبطها. شايفين أهي، هذه الطينة اللي أنا حطيتها على الحيطة يا جماعة ورا اهي، متلقية كل الدخان اهي. وادي النار اهي مفيش أبدا. بصوا كده يا جماعة ان المية ابتدت تغلي خلاص. بس هزودها غليان. انتوا عارفين طبعا البط جسمه ناشف ازاي، وبيحتاج ان هو ايه، او الريش بتاعه شد شوية، بيحتاج ان المية تبقى يعني مغلية جامد خالص او سخنة جامد خالص. بص شايفين البخرة اهي، والله موفر جدا. انت طبعا الموضوع ده بياخد معاك على البوتاجاز عشان تغلي حلة المية دي وتوصليها لدرجة كده بياخد حوالي نص ساعة. ليه ما ايدينا نوفر اهو، موفرين شوية عندك شوية خشب، شوية فحم حطيهم وهتك تكسبي، توفري جاز. منا ايه برضو يا جماعة ايه، هنضف الشمساية وبعيد ان انا ابوظ الشقة وابوظ الدنيا. لو عندك سطوح استفادي منه وجربي الفكرة دي، وان شاء الله الفكرة هتعجبكم ان شاء الله خالص. لو عندكم طيور نظفوها على السطوح كده في الشمس ان شاء الله، بدل ما تنزلي في البردة دي واقعدي فوق السطح في الشمس. ونزلي طيرك وحاجتك جاهزة ونظيفة. بس كده هنضف البطة وكده خلاص. يبقى كانون المهندس أحمد فتحي، لا حسن فتحي الله يرحمه يعني يا جماعة. المهندس ده كان من أشهر المهندسين اللي هم بنوا حاجات أثرية، حاجات اللي هي بالطين. مش عارفة الجيل الجديد يعرفه ولا لا. احنا كنا زمان نهتم خالص نعرف الناس المشاهير دي والناس الفنانين دي. هو فنان فعلا يعني، ده بنى مدينة كاملة بالطين. أتمنى أنكم انتوا تكونوا على دراية بهؤلاء الأشخاص يعني. وادي البطاية طبعا. وعم الحاج محمد هنا او دودي لازم يقعد طبعا بيموت في حاجة اسمها نار ويلعب في النار. طبعا انا واخدة بالي منه ومن كل تصرفاته احسن يتلدى في النار. فهو جنبية كده، ونضفت البطة زي ما انتم شايفين كده. وخلاص كده خلصت المهام اليومية او الروتين اليومي بتاع النهاردة. كاد او اوشك على الانتهاء. او رحلة الفضاء اللي طلعنا بيها النهاردة الى الفضاء أوشكت على إيه، على الرجوع إلى كوكب الأرض. خلصنا هي المهمة الشاقة وهنرجع سالمين غانمين إلى إيه الدور الأسفل إن شاء الله.
كده نضفت البطة وكركبنا الدنيا وخربنا الدنيا فوق السطوح، وهننزل ببطتنا دي بقى بعد الشقاء والعناء، وبعد ما عملنا الكانون بقى، كانون الفضائي اللي من عصر الجاهلية، ولا عصر الجاهلية ولا حاجة. شكل الناس كده بتحن للماضي، والله يمكن الكانون ده يبقى بقى ليه مستقبل تاني بعد بعد البوتاجاز، يبقى الناس تحن ليه وترجع له تاني. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. أتمنى أن كل الأفكار اللي جبتها لكم النهاردة تكون بالنسبة لكم جديدة ومفيدة، وكون النهاردة قدمت كل ما هو مفيد وليكوا حبايبي المشاهدين. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يرتفع يا جماعة، لأن هو اليوتيوب بيهتم بيه لما بيلاقي اللايكس. وفي نهاية الفيديو طبعا لا يسعني إلا أن أستودعكم في وديعة الله الذي لا تضيع ودائعه. وأشكركم وأتمنى أنكم أنتوا تكونوا أكون عندي حسن ظنكم، ويكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشيروا الفيديو وتتابعوني على قناتي التانية اللي هي قناة جات لي فكرة وصفة. والله هتعجبكم خالص يا جماعة. خلاص كده نظفت البطة، وفي نهاية الفيديو واستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم.